الغش ده مش مجرد تصرف غلط، الغش ده ذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. الكلام ده مش للتاجر بس ولا للبايع اللي في السوق، الكلام ده لأي حد بيقدم رقم أو معلومة مضللة. خلي بالك إن الغش المحاسبي مش دايما بيكون تزوير واضح، أحيانا بيجي في شكل تأجيل أو حذف أو اختيار متعمد لرقم بيخدم غرض معين. لما تظبط الإيرادات عشان السنة تقفل أحسن، ولما تأخر مصروف عشان الربح يطلع أعلى، ولما تقيم أصل بأكتر من قيمته الحقيقية، كل ده اسمه غش في الآخر. حتى لو الورق مظبوط، وحتى لو القانون ما خدش باله أو بيعديها، برضو الغش اسمه غش. في الشغل الغش ممكن يعدي فترة، بس عمره ما بيعدي قدام ربنا. رقم مغشوش ممكن يضلل قرار، وممكن يضيع فلوس، وممكن يهدم ثقة. والمحاسب الحقيقي مش بس اللي بيعرف يمشي الدنيا، المحاسب الحقيقي هو اللي بيعرف كمان يوقف الغلط. في رمضان ده راجع أرقامك وراجع ضميرك، وافتكر إن الرزق الحلال عمره ما يجي من الغش، حتى لو هيجي من طريق أطول.